قواعد جديدة بشأن اللمسة المزدوجة في ركلات الجزاء. بس قبل ما نبدأ الفيديو صل على النبي الأول واشترك في القناة لو انت على اليوتيوب، وتابع الصفحة لو انت على التيك توك. ويلا بينا نبدأ الفيديو. حيث أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المختصة في تشريع قوانين كرة القدم عن التغيرات الجديدة فيما تخص اللمسة المزدوجة أثناء تنفيذ ركلات الجزاء. وذكرت شبكة كوبي الأسبانية أن الفيفا قرر إصدار قوانين جديدة فيما يخص هذا الأمر، وذلك بعد الجدال الذي حدث في مباراة دوري الأبطال في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد هذا الموسم. وقررت الفيفا أنه في حالة لمس لاعب الكرة مرتين دون قتل وسجلت تعاد ركلة الجزاء مرة أخرى، وفي حين لم تسجل الركلة وعادت للفريق المنفذ تحتسب ركلة حرة مباشرة للخصم وتعتبر ركلة جزاء ضائعة. وكانت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد شهدت لقطة مثيرة خلال ركلات الترجيح، حيث نفذ اللاعب جوليان ألفاريز ركلة الترجيح وسجلها بنجاح قبل أن يقرر الحكم عدم احتسابها، لأن ألفاريز لمس الكرة مرتين أثناء التنفيذ. وتأهل ريال مدريد آنذاك إلى ربع النهائي دوري الأبطال بركلات الترجيح 4-2، حيث قد كان فاز ذهابا 2-1 وخسر إيابا 1-0. لو انت وصلت لحد هنا ولسه ما اشتركتش في القناة ياريت تنزل تشترك. ويلا بينا نكمل. رسميا ثاني لاعب عربي في مانشستر سيتي بعد أن تم الإعلان رسميا عن التعاقد مع ريان آت نوري، حيث أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده رسميا مع المدافع الظهير الأيسر الجزائري ريان آت نوري لمدة 5 سنوات قادما من صفوف نادي وولفرهامبتون. وخضع آت نوري البالغ من عمر 24 عاما للفحوصات الطبية هذا الأسبوع تمهيدا لإتمام الصفقة التي وصلت للمرحلة النهائية بنجاح بين الطرفين. ومن المنتظر أن يسجل مانشستر سيتي اللاعب في قائمة قبل 10 من يونيو الجاري لتضمن مشاركته في دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية. وجاء التعاقد مع آت نوري تلبية لرغبة المدرب بيب جوارديولا الذي سعى لتعزيز مركز الظهير الأيسر. وكان آت نوري قد انضم إلى وولفرهامبتون قادما من إنجيل الفرنسي في عام 2021 مقابل 14.9 مليون جنيه استرليني بعد موسم أول لعبه على سبيل الإعارة. وقدم الدولي الجزائري موسما مميزا مع وولفرهامبتون في عام 2024-2025، حيث شارك في 41 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7 أهداف ليسهم في بقاء فريقه ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز. ورسميا تم التعاقد مع